بعد ساعات سوف ينزل جبريل سوف ينزل في العرش على الأرض يا عباد الله. إن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. الملائكة سوف تنزل يا مسلمون في هذه العشر. اليوم 19 من رمضان. هذه الأيام كلها سوف تسأل عنها أمام الله. يا عبد الله اسمعني فإني لك ناصح أمين. يا عبد الله أيها الصائم أحسن فيما بقي من رمضان يغفر لك ما قد مضى. ها هي العشر على الأبواب، ها هي العشر على الأبواب. يا من أضعت الأوائل والأواسط من رمضان، ها هي العشر على الأبواب. يا من أسرفت على نفسك في رمضان، ها هي العشر على الأبواب. يا من أضعت الصلاة والصيام، ها هي العشر على الأبواب. يا أيها المسلمون العشر على الأبواب. يا أهل الصلاة أقبلوا، يا أهل الصيام أقبلوا، يا أهل التهجد أقبلوا، يا أهل الزكاة أقبلوا، فنحن مقبلون على العشر، فهي خير ليالي الدنيا. العشر خير من الأهل ومن المال ومن الولد ومن الذهب ومن الفضة، وكيف ذلك وهي العشر الأواخر من رمضان. القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي تحدى الله به البشرية، تحدى الله به العرب والعجم، تحدى الله به صناديد الكفر. القرآن الذي لا تنتهي عجائبه، القرآن المعجزة الخالدة، القرآن طبيب القلوب، القرآن كلام علام الغيوب. هذا القرآن نزل في هذه الأيام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قال ابن عباس والروح هو جبريل. جبريل أمين السماء وأفضل الملائكة. بعد ساعات سوف ينزل جبريل سوف ينزل في العشر على الأرض يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. قال النبي صلى عليه الله، قال إن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. الملائكة سوف تنزل يا مسلمون في هذه العشر. الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اعتزل النساء وشد المئزر وأقبل على ربه جل في علاه. يا الله محمد رسول الله حبيب الله خليل الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. محمد صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى. محمد لما أراد أن يصعد على البراق فامتنع البراق، قال جبريل: يا براق أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركب على ظهرك أحد أكرم على الله من محمد صلى عليه الله. محمد لما يأتي باب الجنة ويمسك بحلقتها فيقول الملك الذي على الباب: من في الباب؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول الملك الذي على الباب: بك أمرت أن لا أفتحها لأحد قبلك. قال النبي: فيفتح لي باب الجنة فأدخل الجنة وإذا بالجبار الله يستقبل نبيه على باب الجنة. هذا النبي كان يعتكف العشر، فكيف بحالنا؟ نظم وقتك في هذه الأيام. هذه أيام عظيمة. أقبلوا
وما أن تنقضي هذه الأيام، وما أن تنقضي هذه الأيام كما قال ابن مسعود: وإذ بمناد ينادي من المقبول فنهنيه، اللهم اجعلنا منهم، ومن المحروم فنعزيه. الله الله في الإقبال على القيام، على صلاة التهجد، على صلاة القيام. هذه العشر بكل صراحة تريد رجالا، تريد الرجال. اسمع إلى فضل القيام بالله عليك. روى الطبراني في المعجم وأبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله شاب شعري لما وقفت على هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك إلى رجل، يا الله، الله يضحك. والله يا أحبة لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك. قال النبي: إن الله ليضحك إلى رجل قام في ليلة باردة، قام من فراشه ولحافه ومن بين حبه وأهله، قام فتوضأ وصلى، فيقول الله للملائكة: يا ملائكتي، يا ملائكتي، ما حمل عبدي هذا على ما صنع، ما حمل عبدي هذا على ما صنع. فتقول الملائكة: رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله للملائكة: أشهدكم أني أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. الله الله في الإقبال على العشر، الله الله في صلاة التهجد. صلاة القيام نجاة لك من النار، صلاة القيام هذه نجاة لك من النار. الله الله في الإقبال على صلاة القيام، الله الله في صلاة التهجد في هذه العشر. لعل آية، لعل آية تسمعها من إمامك تكون سببا في نجاتك. كم من عاص، كم من عاص استمع إلى آية وكانت سببا في نجاته من عذاب الله، والأخبار في ذلك كثيرة ولا يتسع المقام. رمضان غنيمة، رمضان جمع الخير الكثير. في رمضان الصيام، وفي رمضان القيام، وفي رمضان الصدقة والزكاة، في رمضان الجود والإحسان، في رمضان تعتق الرقاب من النار، في رمضان عز الإسلام، في رمضان عز الإسلام. فكان في رمضان غزوة بدر، وكان في رمضان فتح مكة وعين جالوت والقادسية وحطين. وكان في رمضان، وبإذن الله سوف يكون في رمضان فتح بيت المقدس. أسأل الله أن يعجل بذلك. رمضان فيه الخير الكثير. رمضان غنيمة، ولكن أضعنا رمضان، أضعنا رمضان، منشغلون في الدنيا إلا ما رحم ربي. في صلاة التراويح دنيا، وفي الصيام دنيا، وفي القيام دنيا، وفي الطرقات دنيا، وفي بيوت الله دنيا، دنيا على دنيا على دنيا على دنيا. قلوبنا تعلقت بالدنيا. أين أنتم من صلاة التراويح ومن صلاة القيام؟ بعض الناس تراه يتنطط من مسجد إلى مسجد يبحث عن شيخ يقرأ آية، يقرأ آية قال بحجة التخفيف. هذا الذي يقول أن الآية تخفيف ورب الكعبة ما فقه دين محمد، يجلس في بيته أفضل له من أن يصلي خلف إمام يقرأ آية. لماذا سميت التراويح؟ لماذا سميت التراويح؟ لأن الناس يستريحون بين الركعات. تقول لي آية والكل، المصيبة أن الكل يفتي، الكل يفتي اليوم. قرأ كتاب أو تخصص في مجال أصبح عالم،
أصبح عالما من علماء الأمة. أعوذ بالله من هذا الصنف. اعرف